حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أنا قبل شوية نشرت حكم للقاضي محمد سعيد الشجاع، تمام ولا لا؟ المتسبب في قضية ماجد الهجرة. السبب الأول مع المشرف الأمني والأمين الشرعي في قضية ماجد الهجرة في الكارثة اللي حصلت أمس. طيب أنا لما كنت أراسلك يا قاضي، لما كنت أراسلك على الواتس، تمام، فين الحكم للرجل؟ هل الرجل مدان ولا مش مدان؟ طبعا وهذا بعد تاريخ 2023، كان بعد تاريخ 2023، بداية دخول 2024، والحكم موجود من تاريخ 2023. هل كان القاضي له يد انه ماسك الحكم مما تسبب بالكارثة التي حصلت بالأمس؟ فهو مدان. وإن كان الحكم صدر جديد وطبع بتاريخ سابق، فالقاضي أيضا مدان. فهمتم ولا لا؟ ليش لما حكمت بهذا الحكم ما قلتش لولي أمر الزوجة لو سمحت الآن حالا تطلق زوجة الرجل تعود إلى منزلها الزوجي، تمام؟ وقفته داخل وانصفت الرجال المظلوم اللي جالس يجري ويصرف فلوسه ويجري من عندك لا عند الأمين الشرعي ولا عند المشرف الأمني ولا عند الآب، لحتى ما انفجرت الرئة حقه، لحتى ما انفجر قلبه، لحتى ما جنن، لحتى ما فقد الوعي. فين كنت طول هذه المدة والحكم عندك محتجز؟ لماذا ما قمت بواجبك كرجل قضاء والحكم عندك؟ إذا كان قد صدر الحكم بالتاريخ السابق كما رأيت اليوم، كما وصلني الآن، طبعا أنا عاد وصلني الآن، ما وصلنيش من ماجد، كنت أسأله يقول لي القاضي ما هوش راضي، لا يدي لي حكم ولا رضي يحكم لي ولا رضي يتكلم، جالس يخرج مني بياس، تمام؟ هذا كلام ماجد. طيب الحكم اليوم وصلني على الخاص من رقم ما عرفوش، من شخص ما عرفوش، بس عشان ايش؟ هروب من القضية. لا والله ما تهرب، القاضي محمد سعيد الشجاع والله ما تهرب، أنت السبب الرئيسي في هذه الكارثة، وياما الله أعلم كم يقد كوارث حصلت لكنها ما ظهرتش على السطح، تمام؟ وتسببت فيها. أنتم قضاة كثير أمثالك، أنتم قضاة كثير في أمثالك في كل مكان، في كل محافظة، في كل مديرية. أنتم سبب الفساد، أنتم سبب إراقة الدماء، أنتم سبب الظلم، تمام؟ الآن إن كان والحكم هذا قد صدر من قبل وهو موجود عندك في الدرج، فأنت متحمل المسؤولية مع المشرف الأمني ومع الأمين الشرعي. وإن كان صدر على عجل ذا الحين بتاريخ سابق عشان تهرب بجلدك، برضو أنت متورط وأنت فيها بالمفتوح، وهذه بذمة الرأي العام، بذمة المجتمع اليوم بماجد، بكرة بك وبي وبو وبو بهذا وذا وذاك. إذا غابت العدالة، عندما تغيب العدالة هكذا بيصير مصير كل واحد. أنت لما تنزع منك زوجتك شريكة عمرك وولدك وما بينك وبين شيء، وهي تحبك وأنت تحبها وتتواصل أنت وهي، تمام؟ وتروح تدي لها مصاريف وكذا وهي مضغوط، خايف من أبوها، وأبوها معه ظهر مستند عليه. ليش ما ظهرش هذا من سنتين وحنا نطالب بالحكم؟ ولما كنت راسلاك على الواتس، لما كنت تتصل لك رين وترجع لي رافضه، تمام ولا لا؟ وانا اقول لماجد اصبر يا ماجد، ليش ما ظهر الا اليوم؟ ليش الحكم ما ظهر الا اليوم؟ انا ايش فاهم هذا من القاضي؟ ليش الحكم ما ظهر الا اليوم وهو قد صادر بتاريخ سابق؟ فين كان؟ ده الحين واحد دخل يعلق لما قال الحكم قد صدر من قبل والجميع على علم بذلك. لا يا حبيبي، أنت كاذب وأنت جاي مدسوس من القاضي نفسه الفاسد. الحكم ما أول يوم نشوفه، لا أنا ولا ماجد سمعنا أبوه. ماجد يشتكي كان ليل ونهار أنه القاضي متعصب مع عمه، والأمين الشرعي والمفتش والمشرف الأمني. هذا الحين تقول لي الخبر قد صدر من قبل، الحكم قد صدر من أول من سابق. ها؟ فين كان؟ وليش القاضي ما تحرك شوية وخلي الرجال يتفضل قدامي؟ سلم زوجة هذا الشخص، انت تتبلي على انه ضربه انه كذا وانه كذا، وانا قد حكمت وهذا حكمي، يلا تفضل قدامي، ادخل احتبس واعتذر لصهيرك واطلق زوجة الرجال، ولا دفعت له كذا كذا مليون يروح يتزوج اذا بنتك ما تشوش. لكن ماسك الحكم من بداية 2000
من نهاية 2023 وجاي اليوم تطلعه بعد ما وقعت المجزرة، بعد ما راح ضحيتها 6، بعد ما فجرت قلب الرجل وشوهت عقله. أنت قاضي أنت؟ لا بالله ما أنت قاضي، لا بالله ما أنت قاضي. لو كنت في بلد محترم أقسم بالله أنك تعلق. لو كنت في بلد محترم، لو كنت في مجتمع واعي، وهناك الكثير بل الآلاف ضحايا القضاء الفاسد. في أمان الله.